أهلا بيكم. سنة 2025 كانت بشكل أو بآخر سنة غير مبشرة سينمائيا. بدأت ببدايات متواضعة لأفلام ما لفتتش الأنظار بالقدر الكافي، ومع مرور شهور السنة شفنا مجموعة مميزة جدا من الأفلام اللي حولتها لسنة سينمائية مميزة ومطعمة بأفلام جيدة جدا وعلى قدر عالي من الإمتاع. أفلام زي F1, One Battle After Another, هامنت، فرانكنستاين، Bring Her Back, Weapons وغيرها كتير من الأفلام اللي أمتعتنا سواء على مستوى المنصات أو في دور العرض السينمائي. لكن يبقى فيلمنا اللي هنتكلم عنه النهاردة هو أفضل وأمتع تجربة سينمائية لسنة 2025، ومع بداية موسم الجوائز واقتراب حفل توزيع جوائز الأوسكار كان لازم نتكلم عن الفيلم اللي حقق رقم قياسي خيالي بترشيحه ل 16 جايزة أوسكار لسنة 2025. فيلمنا اللي هنتكلم عنه النهاردة هو رائعة المخرج المتميز رايان كوغلر، فيلم سينرز. ويلا بينا نعرف شوية معلومات وحقائق عن الفيلم. سنة 2024 كوغلر أعلن عن أنه بصدد تحضير فيلم من كتابته وإخراجه وإنتاج شركته الخاصة بيحمل طابع تاريخي، وهيكون بالتعاون مع النجم مايكل بي جوردن دون الإفصاح عن قصة الفيلم أو طبيعته. بالطبع إعلان كوغلر عن الفيلم والتعاون مع جوردن لفت الأنظار وحمس شركات التوزيع الكبرى إنها تتهافت على شراء حقوق توزيع الفيلم بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض السينمائي، في نقطة هنتكلم عنها لاحقا. المخرج رايان كوغلر قال إن كان عنده عدة مصادر إلهام اعتمد عليها في كتابته وحتى كمان في إخراجه ونظرته الإبداعية للفيلم، وذكر في عدة لقاءات إنه تأثر بعدد من المخرجين الكبار زي كوينتين تارانتينو وكريستوفر نولان وبراين دي بالما وفرانسيس فورد كوبولا. وقال كمان إنه كان متأثر جدا وهو صغير بالمخرج روبرت رودريجيز، وإنه استلهم فيلم سينرز من فيلمين بالتحديد لرودريجيز وهم From Dusk Till Dawn وفيلم The Faculty. قال كمان إنه بعيدا عن الإبداع السينمائي فهو تأثر روائيا بكاتب الرعب الأشهر ستيفن كينج، وتحديدا بروايته سالمز لوت، واللي بالفعل اتحولت لميني سيريز عرض في التلفزيون سنة 1979. كوغلر كمان ذكر انه اتأثر بالمخرج الشهير جون كاربنتر وتحفته السينمائية ذا ثينج، وحكى انه كان مصدر الهام كبير جدا له. لكن وبعيدا عن اي شيء، ابداع كوغلر الشخصي خرج لنا فيلم سينرز بمزيج بين مجموعة مختلفة من الجانرا السينمائية بينهم انسجام فريد ومن نوع خاص جدا، دمج إبداعي بين الرعب والأكشن والدراما والإثارة مطعم ومغلب بصبغة موسيقية غنائية نقلت الفيلم نقلة مختلفة خالص عن أي فيلم غنائي ممكن نكون شفناه قبل كده. الفيلم بتحصل أحداثه في تلاتينيات القرن الماضي، وبالتحديد في بلدة ريفية بالميسيسيبي أغلب اللي عايشين فيها من المزارعين أصحاب البشرة السمراء. بيتناول الفيلم قصة عودة للتوأم سموك وستاك اللي بيلعب دورهم المبدع مايكل بي جوردن لبلدتهم عشان يشتروا ورشة نجارة قديمة يحولوها لنادي لموسيقى البلوز يخدم أهل البلدة، ولكن بيكتشفوا إن في شر كبير منتظرهم وعليهم إنهم يتخلصوا منه. الرحلة الإنتاجية للفيلم كانت رحلة خلابة جدا ومليانة أمور أثرت الفيلم وخدمته وخلته يخرج بالصورة المبهرة اللي شفناه عليها. فعلى سبيل المثال مديرة التصوير أوتوم دورالد دمجت كاميرات الآي ماكس 15 والألترا بانا فيجن 70 وطلبت من شركة كوداك بتصنيع خام مخصوص للفيلم بمعيار 65 ملم عشان يطلع الفيلم بأعلى جودة تصلح لأكبر حجم من شاشات الآي ماكس، وتكون بالإنجاز ده أول مديرة تصوير أنثى تقوم بالدمج ده بين الكاميرات ويشتغل على النوع ده من تقنية الآي ماكس بالسينما. كمان لعبت مصممة الأزياء راث دور مهم جدا لإظهار الفيلم بالجودة دي، لأن الفيلم زي ما ذكرنا قبل كده أحداثه بتحصل في تلاتينيات القرن الماضي، وبالتالي شكل الأزياء كان له طابع معين يصلح للحقبة الزمنية دي. اللي عملته روث بإنها كانت بالصدفة هي مصممة الأزياء لفيلم بليد اللي كانت مارفل بتجهز لإنتاجه، واللي صدفت وإن أحداثه كانت المفروض هتحصل في تلاتينيات القرن الماضي، ولكن مع إلغاء المشروع
وإعادة الرؤية الإبداعية له بإنه يحصل في حقبة زمنية مختلفة. استغلت روث الفرصة وطلبت من مارفل إنها تشتري الملابس اللي صممتها للظهور في فيلم بليد عشان تستخدمها في فيلم سينرز. وبالفعل وافقت إدارة مارفل، وحصلت روث على الملابس اللي من تصميمها واستخدمتها فعلا في الفيلم. من الحاجات الجميلة اللي في الفيلم إن تصميم الكنيسة اللي ظهرت في أول الفيلم في القرية كان تصميم على شكل قواطع خشبية متداخلة مستوحاة من ثقافة واكاندا، البلد اللي بيحكمها بلاك بانثر في عالم مارفل السينمائي، في تحية تقدير من المخرج وإحياء لذكرى النجم الراحل شادويك بوزمان. المخرج راين كوغلر قال إنه أثناء كتابته للفيلم قرر دمج مجموعة أعراق مختلفة بينهم عنصر مشترك واحد، وهو المعاناة والاضطهاد. فالفيلم بيحصل في مجتمع أفرو أمريكي بينحدر منه أبطال العمل الأساسيين التوأم سموك وستاك، والبطل اللي بيقوم بدور الشر الرئيسي بيلعب دور شخص بينحدر من أصل أيرلندي، فضلا عن إشراك هنود الشوكاتو وثقافتهم في الفيلم. وعبر كوجلر عن ده بإنه قدم لنا في وجهة نظري واحد من أروع السكتشات الغنائية في تاريخ السينما، وهو سكتش أغنية I Lie to You اللي قام بأدائها التمثيلي وغنائها واحد من أبطال الفيلم، وهو الممثل مايلز كاتون، بصوت عميق وأداء ولا أروع، أضفى على الفيلم صبغة روحية نقلت المشاهد والتجربة البصرية في دور العرض إلى بعد تاني خالص وتجربة لا تنسى. There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the man between life and death, conjuring spirits from the past and the future.